السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله باذن الله افتح قراءة البرج الجدي، وان شاء الله باذن الله خلال الجدي. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم: لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. احنا مجرد توقعات، تنبيه، اشارة، تحذير، امر ما محتار فيه، ولكن ملناش دخل بعلم الغيب خالص. طبعا حبايبي ما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع من مشاهدة الفيديو. واكيد قناتي مش هتكبر غير بيكم طبعا، وشكرا لكل متابعين قناتي طبعا. ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم ويبعد عنكم اي مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. نفتح بقى القراءة، نسمي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، ونفتح القراءة. الفيديو مسجل يا جماعة، ولكن الطاقة جديدة تمام، عشان اللي هيسأل يعني الفيديو بتاعي، ولكن واضح احنا بنختصر الكلام، وبفتح كده كده برضو بالطاقة وكله تمام تمام. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله وعلى بركة الله، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. برج الجدي متمسك بحاجة لأبعد الحدود يا برج الجدي، وخايف على حاجة ومتمسك بها قوي قوي يا برج الجدي. ما تقلقش يا برج الجدي، اللي انت متمسك بيه والله ان شاء الله بإذن الله ربنا هيحفظه لك وهيعينه لك، ايا كانت اللي انت محتفظ بيه او اللي انت متمسك بيه يا برج الجدي. انا قلت الجدي يا جماعة، اصل انا كنت فاتحة الدلو قبل كده. برج الجدي انت بص، انت بتحب شخص وخايف ان هو يبعد عنك، او انت اصلا مش قادر انك انت تسيبه او متمسك بيه خالص تمام. هو برضو الشخص ده على فكرة بيحبك، يعني انا مش هقولك ان هو بيكرهك، الشخص ده بيحبك برضو يا برج الجدي، ولكن اصبر. يعني ما تخليش مخاوفك تأثر عليك سلبيا، لان احيانا الخوف بيديني طاقة سلبية مش بيديني طاقة ايجابية. فانت اهدى كده، وان شاء الله بإذن الله اللي انت خايف عليه او خايف منه مش هيحصل. ان كنت خايف على ان الحبيب يسيبني، اذا كنت راجل او امرأة، لا هو متمسك بك يا برج الجدي برضو، ولكن هي ممكن تكون الا ظروف او انت دماغك مشتتة. انت دماغك وحشه يا برج الجدي على فكره، بتقعد تفكر كتير. طب بيقولوا عني ايه، طب بيحكوا ايه، طب اصلا حصل، طب ما حصلش ايه. ده بيسبب لي اصلا نفسه، بيخليني الشيطان يقعد كده وبيبقى يسقف لي، لان انا حطيت نفسي في موقف مش كويس، ايا كانت خصام مع الزوج، مع الحبيب، مع الاهل، مع الاخوات. ده بيكون شيطان، اول مجرد ما تقعد تفتكر بتقعد تتخيل بقى. فانت يا برج الجدي لما تقعد مع نفسك كده استغفر ربنا، وان شاء الله باذن الله الشيطان هيبعد عنك خالص، والوسواس القهري اللي انت فيه ده هيروح تمام يا برج الجدي. فانت بص على فكره، انت حتى متردد في علاقه عايز تسيبها، ولكن انت متمسك بيها. يعني انت بين البنين، يعني دماغك برضو مشتتة يا برج الجدي. فانت عشان ما ندخلش في حتة العناد او الخسارة، وبعد ما اندم بعد ما انا اسيب الشخص ده، اصل انت طالما بتحبه او بتحبيه فانت هتندم لو انت سبته. اصل انت اكيد بتحب فيه حاجات معينه، الحاجات المعينه دي بدمت انت شطانك حالا، لا طب سيبيه، طب سيبه، طب سيبها، سيبك منها، طب سيبكي منه، وهكذا. الطاقه دي طلعت في اول فيديو، معلش ان انا بعتذر ان انا طولت، ولكن انا بفهمك بس عشان ما تاخدش قرار وتندم عليه يا برج الجدي تمام. ان شاء الله باذن الله خطوه ايجابيه وهتاخدها وهتطلع معاك. بص ما شاء الله عليك يا برج الجدي، الخطوه دي لو اخدتها بقرار عقلاني، صدقني انت هتبقى يعني، بص اللي انا بقولك انا هرفع الرايه بتاعتي كده. فان شاء الله باذن الله برج الجدي ياخدها وياخد القرار الصح ان شاء الله باذن الله. برج الجدي لو حد هو حد محتاج منك شهاده، او انت هتحتاج حد يشهد معاك حقه، طب قولي، طب انت شاهد، طب انت بس الشهاده ديت آه، آه، يعني لو انت اللي طالب حد، هو مش هيقول، مش هيطلب، مش هيساعدك في الشهاده يا برج الجدي، صدقني، لان البق مقفول تمام. وعلى فكره الشخص ده ممكن يكون حد يعني هو، وشهاده محكمه على فكره، مش شهاده حاجه. فانت هتطلب لشهاده، او حد هيطلب منك انك تشهد معاه، ولكن انت مش هتشهد او مش هتروح لان بقك مقفول. فيعني بص، لو الشهاده ديت هتنقذ شخص ما تترددش يا برج الجدي، ما تترددش، لان ممكن انت تقع فيها او حد من اهلك. لو الشهاده ديت هتنجح حد وبالفعل وشهاده حق، ما تترددش يا برج الجدي. صدقني انت لو انت ما شاهدتش انت هتتعب نفسيا وهتتعب، لان في شخص هيتظلم، او شخص هنا هتتظلم بسبب شهادتك دي. فانت شهادتك دي ممكن هي اللي هتبرأ الشخص ده او هتبرأ الشخص دهيت تمام يا برج الجدي. فانت لو حد طلب منك الشهادة
وهي في ايدك انك تشهد والحق يعني شهادة حق، فانت ما تترددش يا برج الجدي. وصدقني اول ما انت هتشهد هتحس براحة نفسية كبيرة جدا، وهتطمن وهتنام مرتاح. تمام. لو ما شاهدتش هتحس بانك انت تعبان وضميرك هيقعد يأنب فيك طول الوقت. ماشي يا برج الجدي. وانت قبل ما تاخدها، لو حد مثلا حذرك منها او كده، هتصلي صلاة الاستخارة، استخير ربنا في الشهادة اللي هتطلب فيها يا برج الجدي. وان شاء الله باذن الله ان ربنا هيسرها لك او هيوفقك فيها او هيرشدك على الطريق الصح. تمام. طب لو انت قلت لي ده انا اللي طالب حد يشهد معايا ويقف جنبي لان انا مطلوب مني الشهاده ده، يعني انا عايزه شخص او شخصه دي تيجي الشهاده. ماشي يا برج الجدي. هي برضو ممكن هو حال متردد او متردده. تمام. فانت هتاخد الطاقه اللي تنطبق عليكم يا جماعه، الله اعلم. ولكن هنا يمكن على وعسى يرجع اموره او ترجع امورها وتيجي تشهد يا برج الجدي. واتمنى ان تكون انت الشهاده دي تخصك، لان انا يعني اكيد برج الجدي لا يدخل ويسمع، ويمكن يكون ياخد حذره او ينتبه ويقول لا خلاص انا هروح اشهد وكده. ولكن لو انت محتاج الشهاده ان شاء الله باذن الله ربنا برضو مش هيخجلك، لان انت عندك هنا يعني انت واقف مش مايل للسقوط والعياذ بالله. فانت هنا اكيد ربنا هيقف جنبك والله في اخر لحظه، وهينصرك على العدو ده يا برج الجدي ان شاء الله باذن الله. في انتصار هنا على اعداء، مش عدو واحد، انتصار هنا على اعداء يا برج الجدي. على فكره هنا بص نقدر نقول انت ظالم ومظلوم يا برج الجدي. ماشي. يعني في كلام انت يعني انا شايفه ان البق هنا متلجم، وانت في رد غيبه وانت ما ردتهاش يا برج الجدي. الله اعلم بطاقتك دي يا برج الجدي. طبعا يا جماعه مش عايزه حد يزعل من الطاقه دي، بتكون طاقات مش اكتر. يعني احيانا ما هو مش كل الناس هتبقى مظلومه ومش كل الناس هتبقى ظالمه، ولكن في طاقات بتفتح معاها بتكون ظالمه ومظلومه. فانا لازم اقول الطاقه دي والطاقه دي، زي ما بقول لك ان بنبهك او بحذرك من شيء ممكن تكون مش واخد بالك، فانت بتنتبه فبتغير وجهة نظرك في الموضوع او بتغير من نفسك في شيء. هو ده المطلوب ان احنا بنقوله، مش ان احنا طالعين نقول اي كلام وخلاص. تمام اتفقنا. فهي في طاقة هنا ظالم ومظلوم. في حد هنا يعني كان محتاج منك انك تدافع او تتكلم وانت صامت يا برج الجدي، او ساكت او مش عارف تتكلم. فانت حد هنا انت على فكرة انت حان بتلوم نفسك او بتلومي نفسك على فكرة. والطاقة ده تخص امرأة. فانت يا امرأة برج الجدي لو الطاقة ده تخصك، يعني بالله عليكم اللي بيسمعني وانت اكيد انت بتراجع نفسك بالفعل على اللي انت طلع من بقك، او انك انت ما دفعتيش، او انك انت ممكن يكون الامور دي انت اللي لخبطتيها. فانت هتراجع نفسك او راجع نفسك يا امرأة برج الجدي، لان هنا من الواضح ان انت عندك هنا تأنيب ضمير. الله اعلم انت اللي بتأنبي ضميرك دلوقتي ولا هيتأنب ضميرك فيما بعد. فعلى الله حكايتكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يوفق الجميع ويصلح حال الجميع ويهدينا ويهديكم يا رب اللهم امين. برج الجدي ما تقلقش، انت ان شاء الله باذن الله طالع اهوت، ربنا يعني يوفقك في حياتك. هنا في ناس بترضى بقليلها جدا جدا جدا، يعني مجرد لو مسكت مبلغ من المال بتحس ان هي ملكة او ملك كده. فما شاء الله هنا من برج الجدي بيحمد ربنا على السراء والضراء، بتحمد ربنا دايما الحمد لله. وفعلا من حمدوا زادوا، فانتوا بتحمدوا ربنا وان شاء الله باذن الله ربنا يعني يرزقكم من فضله على قد حمدكم لربنا سبحانه وتعالى، على قد ما ربنا يديكم والله يا برج الجدي. عندكم هنا على فكره مطلوب منكم بقى بالفعل هنا صلاه استخاره، او انت بالفعل هتصليها، او انت ممكن من بعد الفيديو ده هتصلي صلاه الاستخاره. هتقعد بينك وبين ربنا، هتقعد في خلوه، او انت مطلوب منك الطاقه ديت فتحت ليكي لو انت بتسمعيني وبكيانه من قلبك، او هتقعدي تدعي ربنا، او هتتكلمي بينك وبين ربنا، وهتحسي ان ربنا قريب منك، وهتحسي في الوقت ده ان في حد بيطبطب عليكي يا برج الجدي، خاصه الامراه. لان هنا في امراه هنا بكيانه او دموعها نازله وقاعده. يمكن حتى بالفتره دي بالفعل انت قريبه قوي من ربنا، قربت قوي. بتقعدي لما بتيجي تصلي بتحسي ان انت بعد الصلاه بتقعدي فتره طويله تدعي، وتقعدي بينك وبين نفسك كده وتحسي، بس انت قلبك موجوع كأن قلبك مشروخ من جوه. تمام. فانت قلبك موجوع بالفعل، فانت عندك تطيب خاطر والله العظيم. هتحطي ايدك بس على قلبك. هنقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك 7 مرات بعد صلاتي في أي يعني الظهر العصر الفجر المغرب بعد كل فريضة. صدقوني يعني هو يوم واحد هتحس ان قلبك فيه تطيب خاطر كده في قلبك ان شاء الله باذن الله. قلبك الموجوع ده يا امرأة برج الجدي ان شاء الله باذن الله هترتاحي وهتحسي بتطيب خاطر والله ان شاء الله باذن الله. ربنا يطيب بخاطركم يا رب.
بصي يا برج الجدي، عامة انت بص حالك بيمشي بس واحدة واحدة، يعني امورك ما فيهاش استعجال ان شاء الله باذن الله. هو ربنا بص يعني هو اللي بيدبرها معاك، ما داقت إلا لما فرجت، تضيق تضيق وفي الاخر بتفرج سبحان الله من اوسع الابواب. فان شاء الله باذن الله يا برج الجدي لو ظروفك انت الفترة دي عفوا قليلة شوية في المال، او انت محتاج مال، ان شاء الله باذن الله هيجيلك وقريب، يعني مش بعيد خالص، مش بعيد. على فكرة سنة 2023 على نهايتها هيكون معاك تجديد حال ان شاء الله باذن الله، استبشرها خير. ماشي، انا مش هقول الكلام النهارده ويحصل معاك بكره، يعني على نهاية السنة ان شاء الله باذن الله هتبدأ حياة جديدة، وهتبقى فيها امور هتجدد حياتك، او في امور هتخلي حياتك هتسعد بيها، او هتطيب بخاطرك وانت هتحمد ربنا فيها، يعني اولا واخيرا يعني انت هتحمد ربنا. آه هو عندكم هنا سفر لبرج الجدي اهوت، في سفر هنا ما شاء الله، تسافر على خير ان شاء الله باذن الله. في هنا رجاله بتسافر اهيت، على فكره في حد هنا عمل له يعني عمل لكم دعوه، او حد بعت لكم حاجه انكم انتوا اللي تسافروا يعني. ماشي تمام. برج الجدي بقى هنا يا راجل يا امرأة تعرفوا حد من الخارج، يعني مش من نفس البلد وعايز يرتبط بكم، ممكن تكون انت مترددة او الشخص متردد. فانت هنا يا برج الجدي يعني يا ريتك ترفض العلاقة، لو في علاقة بينكم على النت الانترنت السوشيال ميديا اهو، وفي علاقة ارتباط، يا ريتك هترفض او انت ترفضي، لان العلاقة دي علاقة مش كويسة ابدا. في حد هنا اصلا بيتعامل معاكم بكل كذب، من كذاب، من بصوا من رجليه لشعر راسه، كذب جدا بيكذب عليك يا برج الجدي. وانت اصلا قاعد انت يمكن شاكك ان هو كذاب، ولكن بتاخده على قد عقله، او بتكذب نفسك او بتكذب احساسك، الله اعلم يا برج الجدي. على فكرة انتوا هنا والله عندكم تطيب خاطر ان شاء الله باذن الله، تطيب خاطر، حياتك هي هنا فيها استقرار. تمام، حياتك فيها استقرار، بس حاول تبعد عن الشخص اللي كذاب في حياتك ده يا برج الجدي، لان في شخص هنا في حياتكم كذاب جدا. برج الجدي ليه متعلق بالاحبال الدايبه؟ انت يعني في هنا حد متعلق باحبال دايبه، مش عارفه ليه. فانت هنا يا برج الجدي انتبه كده وخد يعني حاول يعني تمسك باللي متمسك بيك، اتمسك باللي عايزك انت ما تتمسكش بالفاضي يا برج الجدي. تمام، بمعنى اصح يعني. هو في حين على فكره في انتوا بتحبوا حد وحد بيحبكم جدا، يعني انتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي قوي قوي، ربنا ان شاء الله باذن الله مش هيفرقكم من بعض. ما تخافوش ايه ولا تقلق، عليكم بقراءه سوره ياسين، عليكم بقراءه سوره الواقعه ان شاء الله باذن الله، ربنا يعني يجلب لكم الرزق ويحفظ لكم الشخص اللي في حياتكم اللي انتوا خايفين عليه او قلقانين عليه او خايفين ان هو يسيبكم او انتوا تسيبوا بعض. لا انت خايف برضو ان النصيب ما يبقاش ليا نصيب فيه، لان انت من الواضح ان انت حصل لك الارتباط من اكتر من مره، او انت امراه ولكن انت خايفه ان الشخص ده يروح زي غيره زي كده. لا يا امراه برج الجدي، لو الطاقه دي لان لو تخصك انت امراه، فانت يعني صلي كده وخليك قريبه من ربنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظكم. هو عامه هنا طاقه، يعني انا مش بحب اقولها والله يا جماعه، بس بتبقى طاقه بيكون غصب عني ان انا اقولها. في طاقه سحر هنا، طاقه سحر، بس حد اللي اذيكم بالسحر ده يا برج الجدي، يعني انت مأذي، في ناس هنا مأذية بسحر. تمام. السحر دوت من حد كان مرتبط بيكم، يا خطوبة يا جواز. ماشي، فخطوبة يا جواز، فانت هنا مرتبط، في حد هنا عمل لك سحر، او حد ربطك بسحر. ماشي، حد ربطك ان هو يتحكم فيك او ان ما يشوفكش سعيد يا برج الجدي، اذا كنت راجل او امرأة عندكم سحر هنا. معظم الناس اللي انا هقول لهم سحر هم يعني عايشين في مكان ريفي، مكان ريفي، الناس اللي مسحوره ده مكانهم مكان ريفي، او هم كانوا عايشين في مكان ريفي. فانت هتاخدوا برضو الطاقه اللي تنطبق عليكم، مش كل الناس اللي هنا عندها سحر، مش كل برج الجدي، ولكن هنا في ناس طاقتها طاقه سحر، والسحر مأثر عليهم نفسيا او في حياتهم، او حب الناس، يعني مثلا ان انا دي بتحبني ودي بتحبني، والناس يعني مش شخص ان يكون حبيب زوج يعني، او شخصي وانا شخصة، لا. هنا حتى في الرجالة هنا عندهم حتة وقف الحال، او التعب النفسي، او الخنقة والضيقة وساعات يبقوا كويسين جدا جدا وبينهم وبين الشريك مشاكل. فهنا هو سحر، السحر ده يخص ناس كانوا عايشين في قرية. هنا برضو السحر ده من راجل وامرأة، السحر ده راجل وامرأة يخصهم.
لا يعني السحر ده اللي عاملينه راجل وامرأة، يا اتنين كانوا اخوات، يا اتنين زوج وزوجة على فكرة، ولهم في الكلام ده قوي قوي قوي. يعني يمكن انت عارفهم بالفعل، الراجل وزوجته ده، ان هم بيسحرهم او بيعملوا اعمال من سنين. انت بالفعل مربوط يا برج الجدي او معمول لك سحر توقيفة حال. هنا مش كل برج الجدي اللي مسحور يا جماعة، تمام؟ عشان محدش يعني ياخد الكلام ليه، هي طاقة مش اكتر، مش كل برج الجدي، ناس معينة. هقول لك بقى اللي مسحور في ايه. عندك دايما الخمول او بتنام، سنانك بتألمك، ودانك، بتحس ان انت قاعد سرحان طول الوقت، دايخ، عايز ترجع تعمل القيء ولكن مش عارف، تحس ان بقك زي ما يكون في حد بيفتحه غصب عنك، بتتوب كتير جدا جدا وتقول ده انا محسود. بتحس ان انت عظمك او اعصابك مشدوده قوي قوي لدرجه ان في حاجه عايزه تخرج من جسمك، او جسمك زي ما يكون اتشد قوي. وساعات تقعد تحس ان انت حد خضك او اترجفت كده، او جسمك اشعرت جسمك اشعر. هي الناس دي اللي مأذيه بالسحر ده يا جماعه. ماشي، انت لو حصنت نفسك وقرأت قرآن وشربت ميه مقروء عليها، السحر ده هيبطل، لان السحر مش قوي يعني، مش متملك منك قوي، يعني سحر خفيف، سحر بيكون لو معمول من على طريق جان وانت ما اكلتوش في الامعاء بيكون سهل شويه كتير. تمام، ان هو يفك او يبعد عنك، او لو اتعالجت بالقرآن ان شاء الله باذن الله الجسم. لكن لو ساكن في الجسم بيكون عاوز شويه علاج اكتر، وبياخد وقت، يعني جلسه اتنين والتالتة خلاص. يعني اول جلسه بترجع بتعمل القيء اللي انت اكلته، وبعد الجلستين التانيين بتكون بتعمل تنظيف، او ممكن من جلسه والتانيه خلاص نضفت كده من السحر. فانت حاول ان انا انضف طاقتك يا برج الجدي. طبعا انا هكتفي كده بالقراءه ان شاء الله، اللي ما ينطبقش عليه ينطبق عليه الفيديو القادم باذن الله. واتمنى تكونوا ما نسيتوش اللايك، واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.